السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمعة مباركة على الجميع إن شاء الله. إن شاء الله تكونوا كامل بخير. لا فيديو تاعي تلقاكم في أحسن حال إن شاء الله. كما كنتوا تشوفوا اليوم حابة نعمل معكم هذه معقودة البطاطا. أكيد يعني محبوبة، كامل نحبوها، خصوصا يعني في شهر الفضيل إن شاء الله. إن شاء الله يدخلوا علينا ربي بالصحة والهنا. إذا الحاجة الأولى اللي نستعملها هي البطاطا. بيان سور قشرتها ونقيتها، يعني غسلتها كامل، ودوك نقطعها. نحب نفورها ما نطيبهاش في الماء، نقطعها كمان هكا الى هكا مكعبات ونديرها في الكسكاس، نخليها تفور يعني حتى نطيب مليح. هنا بعد ما طابت يعني شفتها حين حتى طابت مليح مليح، جبتي فرشيطه ولا هاد الاداه نعبصوها كامل باش نحصلوا على اون بيوري. وشنو نعبصيها مليح باش ما تدخلوش هكاك حبيبات يجو، يعني كازيوها مليح مليح. ولا تقدروا تاني تريحوها بالباتور الكتريك، تريحي تاني بيان. هنا بالنسبه للتوابل ندير لها شويه ملح، شويه فلفل اسود، شويه بابريكا، فلفل عكري، مع الكركم. الكركم تقدروا تستغناو عليه، فيه انغو، كاين ما يحبوش لوغو هذاك. ونزيد له المعدنوس ونخلط، ما نديرهاش البيض، نخلط كل شيء مع هكا بعضو كامل. احسن تستعملوا يعني ملعقه. ومن بعد نديرها نخليها تبرد شويه او نديرها في الثلاجه حتى وقت الاستعمال. شوفوا هايليك. هنا دوك نوجد يعني الخليط اللي ندير داخل فيه هذيك البطاطا باش نطيبها. ندير حبه بيض، نديرها شويه نصف فنجان تاع لاتاي تاع الماء، ونزيد لها الفارينه. فوالا يعني ديروا كميه قيس الكميه تاع البطاطا اللي عندكم اون غوند كونتيتي، ديروا شويه بزاف، يعني ديروا له الماء احسن تاني يساعد يعني باش يعني على الخليط يكتر لكم. نزيد له شويه ملح وشويه فلفل اسود، هذا ما كان ما تكتروش بزاف. هنا في وقت الاستعمال تجبدوا شوفوا البطاطا يعني كي تجي ما تلصق ما والو، تجي بارده حكمه روحها. هنا ولا حبيتوا تحشيوها بالاخر ديروا لها شويه فروماج تقدروا، سينو خليوها هكذاك. اي فروماج عندكم، انا هكا هذا تاع سبريد وان نديرو داخل. ماذا بكم اني ما نديروهاش رقيقه بزاف، ديروها شويه يعني هكا خشينه شويه. وني تسنيوها من هيه، درت لها شويه فارينه غير باش ما تلصقليش، يعني ما بيت ما نكملهم كامل. فوالا ونكمل الكميه. هذه الوصفه بزاف نديروها في رمضان، انا وحده في رمضان نحبها، يعني شاك جور لازم تكون، يعني لو كان نديرها هكا 6 حبات في الطبسي، يعني نقدر نوجدها هكذايا ونخبيه لغد من داك، ما نطيبهمش كامل وغد من داك نستعملوها. وليك شوفوا هنا بعد ما كملتهم يعني درت وجدتهم كامل. هنا الخليط هذاك تاع البيض، هنا غير باش يعني باش كي نحط هكا قيس 2-3 حبات، ما حبيتش نديرو في البول الصغير، ما نديرش بوحده وحده. بعد نحطو هذيك البطاطا يعني ندخلوها كامل في الخليط هذاك. انا احسن تستعملوا ملعقه، ما ديروش فرشيطه هنا غير باش نحضر برك. فوالا نديرها كامل في الخليط ومن بعد نجبدها. ونزيت انا خليت الزيت، درت الزيت يسخن ونحطها الطيب. هنايا ما تحلكم ما والو، يعني راح تحكم روحها ساعات طيحي في البطاطا سبحان الله، يعني نديريها وهي تبدا تتفتت، تبدا تتحل في الزيت. ناوليك هكذايا تجي رائعه وتجي بنينه وما تتحلكمش كامل. فوالا هكذايا دوك نبدا ندور فيها. عسوها برك، ما ديروش نار عاليه وما ديروهاش هذيك ناقصه بزاف هكذا، باش يعني طيب لكم مليح مليح برك. وكي طيب يعني نحوها نديروها في بابي ابسوربون. حتى من بعد نكمل واحد اخر اللي بقاو لي. انا تقدروا توجدوها مع السوب ولا مع شوربه ولا مع حريره. هذيك انا بعد ما طيبتهم كامل شوفوا كيفاش يجوا رائعين وبنان، سورتو بنان. انا يا داخل البطاطا ما درتش الثوم، يحب يدير الثوم كان يديروا بصل الثوم كاع يديك، هذيك واحده من يعني الاخر اللي يخليك يعني تتحل. شوفوا هنا بعد ما شوفوا داخل يعني الفرomاج كيفاش يجي، وتجيب لينا بزاف بزاف. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه تاعي.
ان شاء الله بيان سور اذا عجبتكم بليز شجعوني باللايك والاشتراك في القناة حتى نتلاقى مع وصفات اخرى. السلام عليكم.